السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض غدوة اقتصادية جدا. انسيلي بقى اللحوم وانسيلي الفراخ، وتعالي اعملي معايا الغدوة السريعة السهلة البسيطة الحلوة بزيادة بجد، اللي من حلاوتها هتتنسى في نسف. وكمان هنعمل جنب الغدوة بتاعتنا بدنجان مخلل. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض عدس بجبة كده زي ما انتوا شايفين، وهنخلي جنبه بدنجان. بجد طعمها كان حلو جدا جدا، والبدنجان كان زي ما انتي شايفة كده من الاخر ولا كلمة. اتمنى تجربوه ويعجبكم. ويلا نبدأ بسم الله. اول حاجة هنخلي البدنجان بتاعنا. عندي هنا كيلو من البدنجان العروس الاسود. البدنجان طبعا بتاع التخليل بنقيه صغير كده زي ما انتي شايفة، وبيبقى اسود لامع كده مش دبلان ولا فيه خرم ولا فيه اي حاجة زي ما انتي شايفة كده. بعدين بنشيل العنقود بتاعه بايدينا زي ما انتي شايفة كده، مش بنشيله بسكينة. تمام. انا كنت عامله الكميه بتاعتي كلها، بس كنت مبقيه كام واحده اوريها لكم. عندي بقى حله على النار فيها ميه بتغلي، وفيها ربع كوبايه من الخل ومعلقه صغيره من الملح. اول ما تغلي معايا بنزل فيها بالبتنجان. طبعا البتنجان مش بفتحه نهائي، بسيبه سليم زي ما هو عشان يفضل لونه فاتح من جوه والميه ما تدخلهوش. هنا بعد ما اتسلق، طبعا غطيته اثناء السلق، اتسلق لمدة 10 دقايق على نار عالية وهو متغطي. صفيته كده، حطيته على مصفى، والمية بتاعته احتفظت بيها وسبتها لغاية لما تبرد تماما، عشان هي دي المية اللي هخلل بيها البدنجان بتاعي. عشان نعمل بقى الدقة، هحط عندي هنا في الكبة حوالي 10 فصوص من الثوم، قرن فلفل رومي، معلقة كبيرة من هريسة الشطة، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة كمان من الملح. تمام. هعصر عليهم بقى ليمونة زي ما انتي شايفة كده معايا. تمام. بعدين هنزل عليهم كمان بربع كوباية من الخل زي ما انتي شايفة كده معايا. هبتدي بقى افرمهم فرم خشن الى حد ما، مش ناعم قوي قوي. تمام زي ما انتي شايفة كده. هبتدي بقى اجيب البتنجان بتاعي كده، هو هنا كان بارد شوية، وافتحه بالسكينة بالطريقة اللي انتي شايفاها كده. شايفة قلب البتنجان من جوه فاتح ازاي، مش غامق ولا مسود. طبعا ده عشان احنا سلقناه وهو مقفول. هبتدي بقى احشي الدقة كده وارصه عندي هنا في العلبة بتاعتي زي ما انتي شايفة كده معايا. مش بياخد اي وقت، عملته كده وانا واقفة. بينفع بجد جنب اي اكل انتي عاملاه، بتحطيه جنب اي اكل، حتى لو في الفطار بتحطيه. بيفتح النفس جدا، وطعمه بيبقى حلو جدا جدا، وكل ما بيقعد عندك في التلاجة كل ما بيحلو. هنا كنت عملت الكمية بتاعتي كلها، ودي المية بتاعت سلق البدنجان كانت بردت. حطيتها كده في الكبة مكان الدقة بتاعتي، وزودت عليها كمان معلقة كبيرة من هريسة الشطة. تمام. طبعا كل كوباية من المية عليها معلقة كبيرة من الملح. تمام. عشان مية المخلل ده لازم تبقى حادقة سنة عشان يطلع هو مظبوط. هعصر كمان ليمونتين كبار على المية دي. تمام. وهديهم كده تقليبة، وهحط عليهم كمان ربع كوباية من الخل، وهديهم تقليبة كمان. بعدين هصبهم على البتنجان. طبعا زي ما قلنا المية لازم تكون باردة تماما. تمام. ممكن بعد ساعة او 2 تاكلي منه. هنحطه بقى في العلبة بتاعتنا ونغطيه ونحطه في التلاجة. عشان نعمل بقى العدس بتاعنا، هجيب بصلة كده حلوة كبيرة وافرمها في الكبة فرم ناعم، واجيب حلة عندي على النار، احط فيها زيت، وهنزل فيها بالبصلة المفرومة عندي. تمام. زي ما انتي شايفة كده معايا. هبتدي بقى اشوح البصلة دي واحمرها لغاية لما تاخد اللون الذهبي الفاتح. اثناء ما هي بتتحمر هعمل بقى عصير الطماطم. حوالي نص كيلو من الطماطم، عليهم قرن فلفل رومي، عليهم معلقة كبيرة من السكر ومية، وهضربهم في الخلاط زي ما انتي شايفة. هنا البصلة كانت وصلت للون اللي انا عاوزاه.
زي ما انت شايفة كده ذهبي فاتح مش غامق. هنزل عليها بقى بمعلقة كبيرة كده من الثوم المفروم. تمام. وهشوحه معاها لغاية لما اشم ريحة الثوم زي ما انت شايفة كده معايا. بعدين هنزل بالتوابل عشان تتحمص معاها. معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة 7 بهارات. تمام. واحمصهم كده مع البصل لغاية لما ريحتهم تطلع. بعدين انزل عليهم بعصير الطماطم، وهنزل عليهم كمان بواحدة مرقة زي ما انتي شايفة كده، ومعلقة صغيرة من السكر، وهقلبهم واسيب الصلصة عندي تتسبك. هنا كانت اتسبكت معايا زي ما انتي شايفة، ريحتها تحفة قوي قوي، والفلفل كان عاطيها ريحة حلوة جدا. ده بقى العدس عندي هنا، ربع كيلو من العدس بجبة. انا مش بسلقه نهائي، انا بنقعه انتي شفتي معايا. وبعدين بغسله كويس اوي واصفي الاول ميته، واغسله كويس اوي واحطه على مصفى يتصفى. بعدين هنزل بيه على التسبيكة بتاعتي. بعدين بكمل بمية مغلية. تمام. هسيبه بقى يستوي على نار هادية. وهنا كان استوى تماما. قبل بقى ما اطفي النار على طول، بحط معلقة كبيرة من الثوم المفروم الني، واغطي الحلة واسيبها طبعا والنار مطفية. بتفرق جدا جدا وبتوديه في حتة تانية. يلا بقى ما تنسوش الاشتراك في القناة وكمان اللايك. بحبكم جدا في الله. مع السلامة.